صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفنا بيه. عايزك بس قبل ما تتفرج على الفيلم تصلي على النبي وتقوم تجهز الفشار عشان الفيلم ده حوار. يلا بينا. بيبتدي الفيلم مع نيت وين واللي بيكون مع اخوه الكبير سام، وكانوا في متحف عشان بيروحوا يسرقوا خريطة مفيش منها تاني، لكن الحكومة بتقفشهم وبتقوم واخداهم ومودياهم لملجأ الايتام اللي عايشين فيه. وقالوا لرئيسة الملجأ دي تالت محاولة سرقة ليهم، احنا لازم ناخد الواد الكبير سام معانا عشان هيتحبس. والمربية بتقول له ودع اخوك يلا عشان هيمشي معاهم. فكانوا في الاوضه بيودعوا بعض واداله سلسله فيها خاتم وقال له خليها معاك وانا هرجع اخدها وهنتقابل في يوم من الايام. وبيهرب سام اخوه نيت من الشباك. وبعدها نيت بيكبر ويبقى شغال في بار، وكان في زبونه بيتكلم معاها نيت ولقى في ايديها انسيال. فبعدها كانت بتولع سيجاره ونيت بيقوم مديها الولاعه عشان تولع، وفي اثناء ما هو بيولع لها سرق الانسيال. وبعدها كان في راجل قاعد وقال له انت حرامي قديم وسريع بتختار الزبائن بعد ما بتشربهم. قال له مالكش دعوه واحنا شطبنا، انت عايز ايه؟ قال له عايزك انت. قال له استغفر الله العظيم. قال له افهم انا عايزك معايا هنعمل حاجه مع بعض. قال له انت شارب ولا ايه؟ قال له لا انا بجمع فريق عشان هنكتشف حاجات تاريخيه مع بعض وهوديك اماكن عمرك ما رحتها. قال له لا وشيل ضلع من هنا عشان عايزين نرش ميه ونقفل. وبعدها نيت بيحط ايده في جيبه بس مش بيلاقي الانسيال، والراجل ساب له الكارت بتاعه وبيبقى فيه عنوانه اسمه سولي. وبعدها نيت راح ياخد الانسيال من سولي فبيلاقي الخريطه اللي كانت هو واخوه بيحاولوا يسرقوها، وما صدقش انها الاصليه. وبيقول له الخريطه دي فيها مكان الكنز والذهب الكبير، لو عايز تيجي معايا ندور عليه يلا. واخوك سام كان زميلي وكنا مع بعض وبندور مع بعض على الكنز في اسبانيا بقالنا سنين كتيره. ووراله صورته. قال له انت بتشوفه كتير؟ قال له احنا كنا زي الاخوات بس واحنا بندور على الكنز حصل معانا مشكله واتفرقنا، وبعدها ما بيردش على رسايلي ولا مكالماتي وما اعرفش هو ساكن فين. وبعدها قال لي نيت انت بتشوفه او معاك عنوانه؟ قال له اخويا سام بقاله سنين بيكلمني وبيحلف انه جاي وما بيجيش. قال له سولي طب تعالى معايا وهتلاقي اخوك بيدور اكيد هنلاقيه في سكتنا. قال له انا ما شفتش اخويا من وانا عندي 10 سنين واكيد بقى واحد تاني واتغير فانا مش معاك. وبيمشي نيت لبيتهم وبيروح اوضته فبيلاقي السلسله بتاعه اخوه سام، فقام مكلم سولي وقال له يلا انا جاهز. وبيقابله تاني يوم وبيحطوا خطه للكنز، وقال له اول حاجه لازم نجيب الصليب، ده مفتاح لينا هيبقى في مزاد علني والمزاد غالي فمش هنشتريه هنسرقه. هنخش اول ما يتعرض المزاد انت هتشد سكينه الكهرباء وانا هسرقه. فقام قايل له ماشي. وبيلبسوا الحته اللي على الحبل وبيبقوا اخر شياكه وبيقوموا رايحين الحفله اكنهم مشاركين في المزاد، وبيكونوا مع بعض عند البار وبيبقى في بنت جايه عليهم فبيقوم قايل له اخلع انت يا نيت. دخلت البنت وقالت له ازيك؟ بسأل فيك مش ازيك. الله خلصتي؟ روح اقفي مع الراجل اللي كنت معايا بريدويك. وبيبتدي المزاد ونيت راح يسحب السكينه وسولي بيبقى بتابعه بالسماعه وقال له انجز يا عمنا. بعدها نيت بيلاقي زراير كتير فعشان يعطل الدنيا قام مشارك في المزاد وقال 1,500,000 وبيقول لنيت في السماعات انجز معيش فلوس. بعدها بيجي بتاع الامن فبيقوم قافش نيت وقال له انت عبست مع الشخص الخطأ. بعدها بيضرب نيت ونيت بيطلع في المزاد وبيتشعلق في لمبات النجف وبدأ يوقعهم لحد ما بيقع على الارض. وبنلاقي سولي لبس زي بتوع المزاد وواحد بيقول له خد حط الصليب فوق، وبيهرب بالصليب وقال له لازم تخلع. وبعدها الحكومه قالت له تعالى انت بتعمل ايه؟ قال لهم انا عايز محامي وبيهرب منهم. وبعدها بيتقابل نيت وسولي وبيروحوا على المطار، وهم في المطار بيكون معاهم الصليب وبيطلعوا على اسبانيا في برشلونه. بيقابلوا بنت هناك اسمها كلو وبيبقى معاها الجزء التاني من الصليب ومش عايزه حد يبقى معاهم تالت ومشيت. وسولي قال له شوف يمكن سرقت الصليب دي بنت الحراميه. وبعدها بتكون بتجري فنيت بيجري وراها وهي بنت اللذينه ولا سونيك في زمانه وتوهته وعماله تتنطط لحد ما بتوصل بالعربيه. فنيت بيقف قدامها وبعدها سولي بيجي وبيقول سيبها هي معاها الصليبين دلوقتي وعارفه هي هتعمل ايه بس مش عارفه الشجره ومش عارفه الكنيسه. وهي وكانت ماشيه فقامت واقفه وقالت انهي كنيسه. فنيت قال لهم يا جماعه احنا لازم نثق في بعضينا، لازم نثق في بعضينا ونتعاون عشان نقدر نجيب الكنز. وبعدها بيقعدوا في بيت كلو وبيقوموا ضاربين كاسين على المسا. وبعدها نيت بينام وكلو بتقول له هو ده اخو سام صح؟ قال لها ايوه. قالت له هو عارف باللي حصل لاخوه؟ قال لها لا بس هنقول له بعدين. وتاني يوم بيروحوا الكنيسه وبيكون معاهم المفتاحين بس قال المفتاحين في واحد فيهم هيبقى معايا. فبينزلوا تحت لقوا نفق بيطلعهم على بار وبعدها بيكونوا رجاله بريدويك موجودين فبيشتتوهم وبيتعاركوا معاهم. وبعدها بيلاقوا فتحه فيها مفتاح وبيفتحوه وبينزلوا في نفق وبيتقفل عليهم من بره بسرعه. بعدها فضلوا يدوروا على حاجه
حاجة تاني توصلهم للكنز، فلقوا مكان مفتاح فبيفتحوه، قاموا لقوا مية بتحاصرهم في كل مكان. وبيفتكر نيت أسطورة الكنز الرومانية واللي بتقول في مكان تاني لازم يشوفوا شريكك، وأهم سلاح هو الثقة. وبعدها سولي كان متابع معاهم في الموبايل وراح يدور على مكان المفتاح التاني، فبيلاقي بريدويك جاية وكانت مراقباه من بدري، وبيتخانقوا مع بعض وقال لهم في السماعات الموضوع هياخد وقت. بريدويك كانت بتحاول تاخد منه السهم، لكن المية بتغطي نيت وكلو كانوا على وشك الغرق. لكن بيجي سولي يحط المفتاح ويفتح مخرج ليهم من المية دي. بعدها نيت بيطلع بس ما بيلاقيش كلو، فبينزل ويقوم جاي ينقذها. وبعدها بيروحوا مكان تاني بس لازم المفتاحين يبقوا مع بعض. بعدها بيتبقى فتحة، فبيقول لي سولي يرمي لنا المفتاح التاني، فبيقول له انا مش واثق فيكم، وكلو بتقول له هو كده دايما. وبعدها بيرمي المفتاح وبيفتحوا عشان الكنز، فبيلاقوا برطمانات كبيرة طولها 2.5 متر، فبيفتحوها بيلاقوا البرطمانات فيها ملح، وفي وسط الملح بيلاقوا خريطة واكتشفوا ان الكنز في الهند. وبعدين كلو رفعت سلاح وقالت له هات الخريطة يا نيت. قال لها انت هتغدري بينا؟ قالت له هات الخريطة. هو انت عارف سولي ده عمل ايه مع اخوك؟ قال لها قولي. قالت له انت طيب قوي، وضربته بظهر المسدس وخدت الخريطة وخلعت. وبعدها سولي بيجي يفوق نيت وقال له لعبت بيك. قال له سولي سيبك من كل ده، ايه اللي حصل مع سام اخويا؟ قال له انا ما قلتلكش بس هقول لك، انا واخوك كنا في المقبرة وكنا بنشوف الكنز، وبعدها جت بريدويك ورجالته وضربوا نار علينا، وفي رصاصه جت في اخوك، فهربت انا وسبته. قال له يعني سولي سبته يموت؟ قال له هو اتضرب بالنار وبريدويك ورجالته كانوا جايين وانا مشيت وما كانش قدامي حل. قال له انا همشي ومش هكمل، ففعلا قام ماشي. وبعدها كانت بريدويك بتقول لسانتياجو اللي بيدور على الكنز ان معهمش حاجه، وفي بنت معاهم خدت المفاتيح وهربت. قال لها عارف. وبعدها كلو بتيجي، قال لها هي شغاله معايا وجابت الخريطه وهي اللي ماسكه الموضوع. بعد كده بنيجي لسولي بيعدي على نيت قبل ما يمشي. قال له البت كلو خانتنا ولازم ننتقم، وهو انت هتسيب اخوك اللي موتته بريدويك؟ قال له بقى كفايه يا عم ألاعيبك دي. قال له مش ألاعيب، بس انا مش هسيبهم يكسبوا. وبعدها راحوا المطار لقوا بريدويك وسانتياجو وكلو هناك. قال له شفت احنا لازم نتحرك معاهم. بعدها بيجي سانتياجو وبيقول ان من 500 سنه في ناس كتير بتدور على الكنز وانا هلاقيه، وانه بيحاول بقاله سنين. وجاب الخريطه وكلو بتفك رموز من الخريطه وبتقول مكان الكنز متوقع. وهو بيتكلم بريدويك بتذبحه وبتكون مظبطه مع التيم. وفجاه كلو بتختفي وبيدور عليها في الطياره يشوفوها فين. وكان سولي ونيت كانوا مستخبيين في عربيه حملوها على الطياره، وسولي بيقول له في مظلات هات لك واحده وهنهرب. وبيروح سولي يجيب مظله، لكن نيت بيسيبه ويطلع وقال لها يا بريدويك انت قتلت اخويا؟ قامت ما ردتش عليه، فراح فاكك السير اللي ماسك الصناديق اللي متحمله على الطياره وبتدور معركه ما بينهم. وسولي بيفتح المظله بتاعته وبيطير هو. وبعدها نيت وقع من الطياره ومسك في صندوق. وبعدها بريدويك بتشوف كلو وعايزه تقتلها، لكن كلو بتجيب مظله وتمسكها. وبعدين بتركب العربيه وبتقوم نطه، وبيكون نيت طالع على الطياره تاني بعد ما كان ماسك في الحبل، لكن كلو بتخبطه بتاخده معاها وهو نازل، وبيمسكوا في صندوق وبيفتحوا المظله وبيقوموا نازلين في البحر. والصندوق بيطوف على الميه لحد ما بيلاقوا شط قريب، فبيروحوا عليه. وبعد البهدله دي بيروحوا يقعدوا في فندق. وبعدها نيت بيمسك الصور اللي كان مديها لاخوه وبيجيب الشمعة بيبقى فيه كلام مخفي، ونيت بيقراه وبيقول المفتاحين هم بوصلتك، هتحط سن السهمين على الخريطه هيشاور لك على مكان، وهو ده مكان الكنز، وهم المفتاحين مش هيتوافقوا غير في مكان واحد على الخريطه. وبيفك نيت الشفره وكلو بتبقى نايمه، ولانه اصيل مرضيش يغدر بيها واستناها ونام. وبعدها كلو بتصحى وبتلاقيه جايب العنوان وحل اللغز، فبتمشي وبتسيب له رساله بتقول له انت شخص كويس بس انا اسفه، التجاره علمتني ما اثقش في حد. وخدت مركبه وراحت عشان تجيب الكنز، لكن بيبقى عامل حسابه وكاتب مكان غلط على الخريطه، صايع. وبعدها الصايع نيت بيروح هو المكان الصح وخد مركبة وراح كهف وسط المية بيبقى فيه سفينتين هناك فيهم صناديق ذهب. وبيقابل سولي هناك وقال له انت نسيت انا عامل جهاز تتبع وعارف انك هتوصل لها. وبعدها بيلاقوا الذهب اللي كانوا عايزينه، لكن بتبقى بريدويك جاية ومعاها رجالتها فبيستخبوا في السفينة. وبريدويك كانت جايبة طيارتين تشيل السفينتين وبيربطوا السفن بالطيارة. وبعدها بيبقى سولي ونيت جوه السفينة وبيطلعوا منها وبيضربوا الرجالة اللي عليها. وسولي بيطلع يسوق الطيارة، لكن بريدويك بتشوفهم فقالت لقائد الطيارة التاني خليك وراهم. وبيقوم مقرب منهم ورجالة السفينة التانية بيجوا على السفينة الأولى في الجو، لكن نيت بيعمل معاهم الصح
وكان سولي بيحاول يهرب لكن الطيارة التاني بتقرب، لكن نيد بيدمرها باستخدام المدفع. بس بريدويك بتتشعبط في حبل السفينة وقالت انا ما خلصتش لسه، وبتجيب سهم السفينة ترميه في المية وبيشبك تحت عشان الطيارة ما تطيرش، والسفينة بتنزل والسفينة بتتكلبش تحت، وبتدور معركة ما بين نيت وبريدويك، وبيكون نيت عايز يطلع على الطيارة لان السفينة بتنزل في المية خلاص وهتغرق، لكن بريدويك بتكون وراه. وبعدها سولي بيكون ماسك شنطة الذهب وبتكون اخر حاجة معاه وبيرميها بيها، وبتقع بريدويك في المية والسفينة بتقع عليها، وبينقذ سولي الواد نيت وقال له يلا يا سولي احنا ممكن نلحق السفينة ونجيب الذهب. قال له خلاص. الشرطة البحرية الفلبينية جايين هناك اهم، بقيت ملك دولة الفلبين دلوقتي. بعدها نيت بيكون قاعد وكان مكمر كام سبيكة في جيبه وكام حتة ذهب واداهم لسولي وبيركبوا الطيارة. بس الغريب اللي بعدها بيكون واحد قاعد بيكتب رسالة وبيقول فيها خلي بالك من نفسك يا نيت، وبيمضي باسم سام. وده بيوضح لنا ممكن يكون في تحسبا لجزء تاني او ان سام لسه عايش او مسجون. وبيخلص فيلمنا على كده، وانتظروا اي فيلم جديد حصري هتلاقيه عندنا اول ناس. سلام.